اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب فايف. واللي اول مرة يشوفنا فاحنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. الدراما الكورية ليها عشاق في كل العالم، وخصوصا في العالم العربي اللي بقى فيه الدراما الكورية والتركية بيتنافسوا على الافضل عند المشاهد. بس الصراحة انا بفضل كتير جدا الدراما الكورية. القصص بتاعتها صراحة بتكون مختلفة جدا وافكارها جديدة في كل مسلسل. ولو ما قلبتش قبل كده ترشيحاتنا اللي فاتت لأفضل المسلسلات الكورية، هسيب لكم في وصف الفيديو تحت لينكات للحلقات دي اللي هتلاقوا فيها أحسن المسلسلات الكورية. والنهاردة بقى بنرشح لكم أفضل 5 مسلسلات كورية جديدة، مسلسلات حلوة جدا ونوعنا فيها ما بين الجريمة والدراما والأكشن والتشويق والانتقام. اختيارات كلها فعلا تستحق المشاهدة. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة الحلوة جدا دي. في المركز الخامس معانا النهاردة نرشح لكم مسلسل جريمة وتشويق مكون من 8 حلقات من إنتاج 2024، وهو مسلسل أكيلر بارادوكس أو قاتل في حيرة. المسلسل اللي بيحكي عن الشاب لي تانج، الشاب اللي بيكافح عشان يعيش وعشان يحقق كمان حلم حياته. حلمه هو إنه يهاجر لكندا. ليه بيشتغل في شيفت في سوبر ماركت عشان يقدر يوفر مصاريفه. وفي يوم من الأيام وهو في السوبر ماركت واحد من العملاء اعتدى عليه، والعميل ده كان سكران، وده اللي خلاهم يدخلوا هما الاتنين سوا في خناقة اللي خلصت بليه وهو قاتل الراجل ده. وده اللي خلى ليه يحس بالذنب الكبير جدا من اللي عمله، وقرر كمان انه بينه وبين نفسه انه لازم يسلم نفسه للشرطة. ولكنه قبل ما يسلم نفسه بيكتشف ليه ان الراجل اللي قتله ده يبقى قاتل متسلسل وتسبب في قتل وموت ناس كتيرة جدا. ده غير ان ليه اصلا اكتشف اكتشاف رهيب غير كل تفكيره. يا ترى بقى اكتشف ايه والشرطة هتسيبه في حاله ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في احداث المسلسل الروعة ده. 그냥 살인마 아니냐? 너는 달라. 확신 있어? 넌 분명히 잡힌다. 답이 없다고 해도 이게 내 선택이다. في المركز الرابع بنرشح لكم مسلسل انتقام روعة من إنتاج 2023. المسلسل ده مكون من 16 حلقة، وهو المسلسل الرهيب ذا جلوري أو مسلسل مجد الانتقام. المسلسل اللي مبني على أحداث حقيقية حصلت في سنة 2006 في كوريا. وبيحكي المسلسل عن الطالبة المدرسية مون، البنت الطيبة جدا اللي عايشة هي ومامتها في مستوى على قدهم خالص عشان ظروفها في المادية. مون كل حلمها إنها تبقى مهندسة، بس للأسف الحلم ده اللي طريقه الوحيد هو المدرسة اتحول لطريق كوابيس لما بتتعرض مون لمجموعة من ولاد الناس الأغنياء اللي في المدرسة معاها، واللي خدوا مون بقى الغلبانة دي هي لعبتهم وتسليتهم. وكمان كانوا بيعتدوا عليها طول الوقت، سواء بالضرب أو بالحرق أو بالتهديد. ومون ما بتقدرش تقول حاجة لأن نفوذ أهاليهم وفلوسهم كانت بتسكت كل الناس، لدرجة إنها وصلت في مرة وسكتت أمها ذات نفسها. وده اللي خلى مون تختفي خالص من البلد عشان ترجع بعد كده وتبقى الكابوس اللي هيقابلهم كلهم. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ كل ده هتشوفه في احداث المسلسل الروعة ده. 말라 죽어보자. 신이 널 도우면 형벌, 신이 날 도우면 천벌. 할게요, 망나니. 그 분노의 무게. 나도 바닥 좀 기어봐서 알거든요. 나에게 빌어야 해. 미쳤네. 추락할 너를 위해, 타락할 나를 위해. في المركز الثالث معانا مسلسل دراما روعة من إنتاج آخر 20 سنة 23، والمسلسل روعة ديلي دوز اوف سانشاين. المسلسل اللي مكون من 12 حلقة ومبني على أحداث حقيقية حصلت لبطلة المسلسل، وهي الممرضة دي إيون اللي لسه منقولة من قسم الطب الباطنة عشان تشتغل في قسم جديد في قسم الطب النفسي في المستشفى. واللي كان كل زمايلها الجداد في المستشفى مستغربين من السبب اللي خلاها تنتقل من القسم الباطنة للقسم النفسي، وهي اصلا ما عندهاش خبرة خالص في موضوع التعامل مع المرضى النفسيين، فبتكون عرضة كبيرة جدا انها تغلط كتير.
وبالرغم من قلة خبرتها دي إلا إنها كان عندها استعداد مش طبيعي إنها تحاول تفهم العالم من وجهة نظر المرضى دول. وعلى قد ما عالمهم ده كان صعب ومليان بالهلوسة إلا إننا هنتفرج في المسلسل ده على قصص روعة جدا سواء من المرضى أو من الممرضين. مسلسل حلو جدا وبرشحه بشدة. 어디서 누구에게나 올 수 있는 예상할 수 없는 병이요. 여기서는 환자분께 뭘 해드려야 될지 잘 모르겠어요. 그거 정다은 선생님 책임이잖아요. 병원에서 무슨 일 있었어? 애초에 내가 담당 간호사가 아니었다면 달라졌을까? 뭘 그렇게 죽기 살기로 그렇게까지 해요. 다은 씨의 그 반짝거림이 너무 좋았어요. 도망만 치면서 살 수 없잖아. 너도 용기 내. 고생했어. 원래 아침이 오기 전에 새벽이 제일 어두운 법이잖아요. 우린 모두 낮과 밤을 오감. في المركز الثاني معنا مسلسل أكشن وخيال علمي حلو جدا من إنتاج 2023. المسلسل ده مكون من 16 حلقة والمسلسل الرهيب موفينج. المسلسل اللي بيحكي عن 3 أصحاب في المدرسة الثانوية، هم كيم وجانج ولي، 3 طلاب في المدرسة زيهم زي أي طالب تاني. ده اللي ظاهر للناس، إنما اللي مش ظاهر للناس إن ال3 دول مختلفين تماما بقدرات خاصة ورثوها كل واحد من أبهاتهم. فمثلا كيم عنده القدرة على الطيران، وعندك جانج دي عندها قدرات رياضية رهيبة غير إنها تقدر تخف من أي إصابة بسرعة رهيبة جدا. وليه بقى ده عنده قوة وسرعة مش طبيعية. ال3 طلاب دول بيحاولوا طول الوقت إنهم يخفوا القدرات الخاصة اللي عندهم دي عن زمايلهم وعن الناس عموما، وفي نفس الوقت ده بيكافح فيهم بقى أبهاتهم عشان يحاولوا إن هم يبعدوهم عن أي حد بيحاول يستخدم القدرات بتاعتهم دي. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل؟ كل ده هتشوف في أحداث المسلسل الروعة ده. 자식이 정원고등학교 다니나요? 당신들은 자식을 숨기려고 해. 왜? 누군가 삭제하고 있다. 반갑다 괴물아. 나도 괴물이거든. 언제든 괴물이 될 수 있어. 난 예방시대로 존재하겠다. في المركز الأول معنا مسلسل دراما روعة من إنتاج 2023 ومسلسل مكون من 16 حلقة، واسم المسلسل هو مسلسل المحاماة الاستثنائية أو إكسترا أوردينري وو. المسلسل اللي اقتبس منه طه دسوقي في مسلسل حالة خاصة. المسلسل معنا بيحكي عن وو وونج، البنت اللي رباها باباها وهي عندها نوع من أنواع التوحد، وبالرغم من مرضها ده إلا أن قدرات ذكائها كانت عالية جدا. ده اللي خلاها بعد ما تفوقت في المدرسة بمساعدة صاحبتها غريبة الأطوار اللي كانت دايما بتحميها من المتنمرين في المدرسة، قدرت بعد كده تدخل كلية الحقوق في جامعة سيول، وقدرت كمان تطلع الأولى على الكلية كلها. وبالرغم من تفوقها ده إلا أن مكاتب المحاماة كانت بترفض تشغلها عشان هي مريضة توحد. وبعد محاولات كتير قدر باباها يوفر لها فرصة شغل في واحدة من أكبر مكاتب المحاماة في سيول. يا ترى بقى ذكائها الرهيب ده هيقدر يساعدها في النجاح ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة يكون هو الأول معنا في حلقة النهاردة. لو عجبتك ترشيحات النهاردة اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.